بسم الله الرحمن الرحيم. والأهلي بيخرج من فضيحة المغرب بالنسبة للمغرب 1-1 مع الجيش الملكي. الفار أو الفار مش عارف بقى هتنطقوها ازاي. تمام. هدف من ضربة جزاء أو تكملة من ضربة جزاء للجيش الملكي في الشوط الأول، وهدف تريزيجيه التعادل في الشوط الثاني أسيست بن رمضان. تمام. لو هنتكلم بس كده في البداية، اللي حصل النهارده ده لو حد متفق معاه هو ناقص تربيه. تمام. وما ترباش واهله ما ربوهوش، ولو شفته في الكومنتات هربيه من الاخر سكه. انا داخلها بدري اهو. سكه. تمام. لو مش فاهمني يعني ايه ناقص تربيه او يعني ايه ناقص ربايه، تمام، يعني education incomplete. education incomplete. ناقص تربيه education incomplete. اوكي. تمام. عشان اللي حصل النهارده ده بقى خرج بره الكوره، خرج بره كل حاجه، بره كل الكلام ده. يعني ساطور ولا مش عارف بتاع الحديده دي على حد يعني. ازايز ميه بتتحدف. ازايز ميه بتتحدف من الشوط الاول من بدايه الماتش. يعني مثلا ما فيش حد مثلا من لعيبه الاهلي عمل حركه مستفزه او حركه تمام فيها قله ادب او فيها حاجه علشان يترد عليها بالكلام ده. لا، انت جاي ومجهز على كده. تمام. سيبك من كل ده، كميه تحديف ازايز ميه من بدايه الشوط الاول لغايه الماتش ما بيخلص مش طبيعي. تمام. غير كده جبنا جون عادي، جبنا جون. طب الجون يا محمد تسلل؟ لا. الجون من فاول؟ لا. الجون فيه فضيحه تحكيميه؟ لا. طب الجون فيه ايه؟ عادي، الجون عادي، الجون اترفع عادي كده ودخل جون. ليه وليه بقى؟ ليه وليه ان الجون ده يجي؟ كميه ازاز ما بتتحدف، كميه كور تنزل الملعب، اللعيبه تمسك وتضرب بعض، وكميه يعني حتى كمان الكوره الاخيره الاهلي على فكره كان اقرب من الفوز. تمام. ما تطبلش، ما تطبلش عشان عارفين بس مين كويس النهارده. تمام. ممكن بقى اي حد النهارده تمام علشان ايه؟ الفيوهات وعشان اي حاجه. تمام. نخش في التطبيل مع بعضينا. تمام. الاهلي اللي كان اقرب للفوز النهارده. تمام. الاهلي النهارده الرجاله لعيبه رجاله وقفت قدام كل الايه النوش ده كله. وقفت قدام النوش ده. تمام. انت داخل الماتش، انت كانك مش داخل ماتش. المفروض ان ايه؟ ان الدنيا كويسه وان مصر والمغرب بتحب بعضها والجمهور بيحب بعض، وكمان مصر كانت اكتر ناس بتشجع المغرب في كاس العالم الاخير. مش هقول لك بقى 2022، لا، كاس العالم الاخير اللي هو بتاع تحت 17 سنه ولا تحت ال 20 ايا كان بقى. تمام. وكمان تبقى فرحان للمغرب وكل الكلام ده، وكلنا عملنا فيديو وانا عملت فيديوهات، كله فرحان للمغرب وكله ديما مغرب وكل الكلام ده. ايه بقى اللي حصل النهارده؟ ايه اللي حصل ده؟ هو انتوا متملقين ولا في ايه بالظبط؟ انا بحاول الاقي الالفاظ. يعني ايه بجد؟ يعني ايه اللي حصل النهارده ده؟ يعني ايه ده؟ ان زيزو رايح بكره اخيره، كورتين بتترمي في الملعب وكميه ازاز ما بتترمي في الملعب، وتقوليش بقى ايه هي دي الماما افريقيا؟ ما تقول لي بقى، بص، ما تعمليش صوتك كده. تمام. وتقول لي اصل دي كذا واصل دي كذا. تمام. انت بتيجي مصر سواء بتلاعب بيراميدز، الزمالك، الاهلي، ايا كان الفرقه، ان شاء الله لو منتخب مصر نفسه، بتلاقي فيه احترام. بتلاقيش فيه فتفوت، ما بتلاقيش فيه فتفوت ايه، بتلاقيش غطا الازازه نفسه اصلا بيترمي في الملعب او على الجمهور او على اللعيبه. تمام. لان احنا عندنا حاجه اسمها اكرام الضيف واجب، احترام الضيف واجب. ده اللي بنعمله. تمام. لكن شغل قله الربايه اللي حصلت النهارده دي عره من الاخر. نخش بقى في الماتش في الكوره. سيبنا بقى ايه، سيبنا من الحقاره، نخش بقى في الكوره نفسها. الاهلي بيتعادل مع الجيش الملكي المغربي 1-1 في تاني ماتشات المجموعه. ده كده ماتش مجموعه، امال ماتش نهائي ولا ربع نهائي هتعمل ايه؟ انتوا ما عملتوش كده مع البيراميدز. يعني بيراميدز اللي المفروض ايه ما دخلتلكوش الجمهور بتاعكم في استاد كذا وكذا، ما عملتوش معاه كده. مش فاهم من النهارده مش فاهم يعني ايه السبب، ايه السبب اللي يخليك انك ايه تعمل كده النهارده؟ تفهمش. حتى احنا عندنا اصلا ان الكابتن بتاعنا ننوس كابتن تريزيجيه، مش عارف ما ربط دماغه وكل الكلام ده. حتى الكاميرا ما جابتش اصلا يعني ايه اللي حصل، الشقلبه اللي حصلت في الملعب دي ليه وكل ده. ومعلش يا حبيبي خلاص، ايه دول تمام ايه ونيله ايه يا ابني؟ يا ابني طب انتوا هتاخدوا موقف امتى انتوا كمان يا جماعه؟ مش فاهم. وزياد عبد الحفيظ فوق ومرتجي فوق كل ده، يا جماعه انتوا هتاخدوا موقف امتى؟ يعني امتى؟ يعني ايه؟ يعني لما الجمهور ينزل الملعب نفسه ولا ايه بالظبط يعني؟ فالنهارده بتبدا الماتش تمام، نفس التشكيله هي تمام. كان ماتش كان كويس جدا في كوره، الماتش كان كويس جدا، الماتش كان رايح جاي، الماتش كان فيه كوره هنا وكوره هنا. الجيش الملكي هو اللي بدا بالخطوره، بدا بالتسديد، بعد كده الاهلي رد عليه. تمام. كان كميه النهارده الماتش كان يعني اكنه فعلا كان ماتش كان ببطوله. لا مش هكلمك بس على الشوط الثاني، هكلمك على الشوط الاول نفسه. الشوط الاول كان فيه ضغط كبير جدا من الجيش الملكي والاهلي على بعض في نص الملعب. المعركه كلها كانت في نص الملعب.
وباقي الماتش تحس ان الماتش كله كان مرمي ناحيه اليمين، ناحيه محمد هاني اللي كان زفت النهارده. كنت بقى ابيض بوليطه، كنت بوليطه النهارده، ما كانش فيه النهارده اي حاجه. محمد هاني الاستلامه لوحده كان بايه، يعني بيقول دعاء الصفر قبل ما يستلمها، ما تفهمش. كان كل الماتش النهارده سواء من هجوم من الاهلي او من هجوم من الجيش الملكي، هو كان من ناحيه اليمين، ناحيه محمد هاني. مش اي، يعني مش بيوقفوا اي لعيب بالكوره، مفيش اي تمركز صح، كل اللعيبه بتعدي منهم، كل الكور بتعدي منهم، كل الخطوره جايه من ناحيتهم. يعني كل الخطوره جايه من ناحيه محمد هاني، مش جايه من ناحيه كوكا. يعني ناحيه كوكا مفيش كور الا كل فين وفين لما حصلت. باقي اللعب كان من الناحيه الثانيه. وده باقي اللعب حصل من الناحيه الثانيه برده من الاهلي. بن شرقي النهارده اللي كان عامل اداء كويس قوي، اداء كويس قوي. بن شرقي النهارده كان بيلم براحته جدا ويرقص ويعدي وكل ده. مش محمد هاني اللي بيرقص لي لعيب ده بقى مرقصه مرتين. يعني لبسك يا محمد هاني، لبسه كوبري، قام التاني لمه. طب لبسه كوبري ليه؟ ما ترفع الكوره وننجز، ما نلعب السهل يا جدعان، نلعب السهل علشان نجيب جون وربنا يكرمنا والدنيا تبقى قشطه. مش فاهم، انت بتجي لك كذا كوره شوبير بيبقى موجود فيها. شوبير النهارده اللي كان عامل اللي عليه، حتى ضربه الجزاء اللي اتصدت لو هنجلها، بس هنجلها اصبر، هنجلها هنجلها عشان عايز اشوف النهارده الاراء الجهابزه اللي هتتقال النهارده في ضربه الجزاء دي عامه، او مش ضربه في كله. ما تقوليش اصل دخلوا، ده ارجع لي بيها سيكا. تمام. بس قبلها الاهلي برده كان بيروح كذا كوره، لكن برده كل الخطوره جايه من ناحيه اليمين لغايه ما يجي لك الكورنر برده اللي جه لك من نفس المكان. بعد كده الكورنر بتترفع، كورنر بيترفع، بس قبل الكورنر ده جالك كوره لزيزو حلوه قوي. زيزو لم شاط جت في العرض حلوه جدا. بعدها ما شفت زيزو بصراحه، ما انت الله ما شفتوش. يعني ايه يا زيزو، ايه اللي حصل فيه؟ ايه الدنيا، معرفش. بعد كده انت جالك بقى الكوره الكورنر، الكوره اللي كان فيها الشقلب. بس ايه اللي، يعني ايه اللي يخلي ان الجيش الملكي بيهاجم من الناحيه دي بس؟ مروان عطيه كان عامل اداء كويس جدا. ديانج على فترات، يعني يا اما وحش قوي، يعني حرفيا ديانج النهارده يا اما وحش قوي يا اما حلو قوي، ما فيش في النص. لا ديانج النهارده، لا ديانج الاستلامه، فين الاستلامه يا ريس؟ وفين الطلوع بالكوره؟ وفين السبرنتات؟ وفين الظهور من ناحيه اليمين اللي هنجيلها في الجون اللي احنا جبناه؟ كان فين النهارده؟ ما كانش موجود النهارده خالص في الكوره دي. الدفاع مش موجود، استخلاص الكوره مش موجود. ده اللي باين لك ان انت ناحيه اليمين، انت محمد هاني بيلعب اكنه بعجز. محمد هاني مش عارف يتمركز صح اصلا. بعد كده يجي لك الكورنر بتترفع، تمام، ترتد. بعد كده الكوره دي بقى خلاص، يعني ما الكوره دي المفروض اصلا اللي بيتمركز في النقطه دي محمد هاني. محمد هاني طيب رايح، بص رايح عادي بيتمشى مش بيجري، بيتمشى. الواد شاط بوش رجله. نيجي بقى للكوره هنا، وانا عايز بقى اسمع كل الاراء النهارده. يعني يا ريت اصلا لو حد بيتكلم، بس زي ما قلت اصلا لو حد هيخش يبقى يعمل زي اللي حصل في الملعب وناقص ربايه هيقل منه. تمام، انا بقولها سكه اهو على طول. اللي هيبقى محترم على راسي، تمام، اللي مش موافق على اللي حصل النهارده على راسي من فوق يا باشا. لكن اللي هيبقى قله ربايه، انا قله ربايه برضه عادي جدا. تمام. الكره اتشاطت، ديانج يحط ايده فين؟ معلش عشان بس ايه، يعني في جمل هتبقى جمل زباله هتتنقد، يعني يتحط، يعني يعمل ايه في ايده؟ يعني ايده كده يعمل ايه فيه؟ او انتوا حاسين ان ايده كانت كده؟ وفي الاستوديو التحليلي بتاع بين سبورت ايه؟ لا الكرة صحيحة وكويسة و100% و100 فل 10. ايوه ازاي طيب؟ انا عايز اعرف ازاي، يعني ازاي دي كده تمام وتتحسب ضربة جزاء؟ يعني هو حاطط ايده كده، يعمل ايه تاني يعني بجد يا جماعه يعمل ايه تاني؟ تقول لي بص على باقي اللعيبه حاطين ايديهم ورا ظهرهم، حلو ماشي، انا معاك ان هو حاطط ايديهم ورا ظهرهم. طيب بالنسبه ان هو حاطط ايده في وضع جسمه، انت ما قريتش على القانون ده؟ امال انت ازاي في استوديو بين سبورت وانت ما قريتش على القانون ده؟ يعني انت ناقص طيب، يعني ايه مفاهيم وناقص نوليدج؟ لو هنتكلم بس ايه بالانجلش، ناقص نوليدج ولا ايه الدنيا يا باشا؟ ايه الدنيا بالظبط يعني؟ يعني ايده هنا يعمل ايه في ايده؟ اتحسبت ضربه جزاء ماشي، واتشاطت وشوبير صدها وهي بتتشاط. ايه ده؟ ايه الجرمه ده؟ انا حاسس ان الجيش الملكي كله دخل، يعني انا يعني الجيش الملكي كله ده دخل منطقه الجزاء. ايه ده؟ ايه يا اخوان، ايه يا شباب ده؟ ايه الحوار بجد يعني؟ بعد كده كملت وجون. اما حكم بجد والله العظيم، حكم يعني مش طبيعي، مش طبيعي خالص. الدنيا مش طبيعيه خالص. الشوط الاول انت ناهي الشوط الاول وانت ضاغط، ناهي الشوط الاول وانت بتحاول. كذا كوره كانت هتخش، كذا كوره الاهلي كان بيضغط فيها بيحاول فيها، بس النهارده كان عندك سوء توفيق وعندك اللمسه الاخيره مش موجوده. اللمسه الاخيره ضايعه في الاهلي، ضايعه النهارده بالذات في الشوط الاول. الشوط الاول لا مش طبيعي. الشوط الاول كذا كوره كنت تروح محمد شريف، طول ما محمد شريف في الملعب مش هتجيب جون. طول ما محمد شريف في الملعب مش هتعرف تعمل اي حاجه.
سيبك من الجون، لا زي ما قلنا الماتش اللي فات برضو محمد شريف جاب جون حلو جدا، ضيع قدامه 18 جون. النهارده بقى ضيع 18 جون. بس كوره بتترفع له بيشوطها بره. كوره خلاص مروان عطيه عمل ضغط على اللعيب في الشوط الاول، عمل ضغط على اللعيب، جت لمحمد شريف خلاص بقى انت والجون. وعندك شمالك تريزيجيه وزيزو ويمينك بن شرقي، انت عايز ايه تاني؟ قام شاطها وبرجله الضعيفه. طب انا مش فاهم، طب انت ايه يعني؟ انت بتعاندنا ولا ايه الدنيا بالظبط يعني؟ الشوط الاول بيخلص 1-0 للجيش الملكي. تخش الشوط الثاني، الاهلي مسك كوره، الاهلي بيحاول، الاهلي راح كتير. حتى اصلا عندك تريزيجيه، انت عندك مشكله في الباك الشمال، يعني المشاكل الظاهره بتبقى موجوده في الماتشات اللي هي زي دي. الباك الشمال، الباك الشمال هو كوكا، عمل اوفرلاب من جنب تريزيجيه، تريزيجيه وداله الكوره، هيعمل بيها ايه؟ مش هيعمل بيها حاجه. حتى لما حصلت له 3 مرات ما عملش بيها حاجه. كوره بره، كوره ما بيلحقهاش اصلا، كوره بيتشنكل فيها. هو ما فيش في الحته دي، وما فيش اصلا، ما فيش اصلا. المفروض ده من ناشئين الاهلي، يا نهار اسود، ما فيش اصلا. شفت انت بقى الفرق لما محمد شكري نزل؟ ايه اللي حصل؟ محمد شكري لما نزل كان بيحاول، عشان واحد فاهم مهام مركزه، وواحد بيلعب برجله الطبيعيه عادي جدا جدا. عمل لك كذا عمل لك كورتين، مش كذا مش كذا كوره، عمل كورتين عرضيه تمام، بيحاول بيجري بيسند مع تريزيجيه، كل الكلام ده. تريزيجيه النهارده قله مرمط فعلا بالكوره. هو كان مضيع كتير، ولازم الارض اللي بيحاول يعملها، بص من 2017 يلم ولازم يشوط، هيموت ويعملها تمام. عملت مره في العارضه والله لا اعملها تاني. الفكره ان عارف لو جابها وجات له كره الثانيه بعد ما سنتر هيعملها برده تاني، هيلم برده وهيرجع يشوطها في البعيد. بعد كده طلع محمد شريف، نزل طاهر محمد طاهر برده فاهم، زين بعبيد عادي، مفيش اي حاجه، مفيش اي خطوره، عادي جدا فاهم. بس بعد كده انت بتطلع ديانج، بتنزل بن رمضان، وبتطلع كوكا، وبتنزل شكري. بن رمضان اول كوره بمعنى الكلمه، محمد هاني استلم الكوره، بن شرقي جنبه، نفس الكوره اللي بنجيبها دايما في الدوري وجبناها في السوبر، هي بالظبط. بن شرقي بيكون ضامن مع محمد هاني على بره تمام، وبن رمضان بيخش من ناحيه العمق على خط ال 18 الناحيه الثانيه، خط ال 18 اهي. يعني هو بن رمضان بيقطع الكوره هنا، بيقطع كده بنفسه وبيجري، بيسحب اي حد معاه، المهم اللي بيجري هيخش في الحته الفاضيه دي. الحته الفاضيه دي اللي المفروض بيكون فيها مين؟ بن شرقي. محمد هاني عملها له حلو جدا، الحمد لله ان دي الكره الوحيده اللي عملها محمد هاني حلوه. عملها محمد هاني حلوه. بن رمضان حاجه رايقه جدا، عملها بالعرض حلوه قوي. الفكره ان الكره وصلت بن رمضان وهو بيعملها، انت شايفها ان هي رايحه للجون، انت شايفها ان هي هتتسنتر حلو جدا. اتعملت، قام تريزيجيه دخل وشاط والجون. نفس الكرة بالظبط. افتكر ماتش سيراميكا قدام في السوبر المصري، ماتش سيراميكا اللي كسبناه 2-1، الجون الاولاني اللي هو رفعت زيزو وتريزيجيه دخل بالجون على طول. هي الكوره برضو ان زيزو بيخش في العمق تمام، اما هو الكوره بترفع له من بن شرقي محمد هاني، يخش هيرفعها وهكذا. هي بالظبط. ديانج النهارده ما عملهاش، زيزو النهارده ما عملهاش، مفيش حد عملها. بن رمضان مع اول كوره نزل عملها بس، وجالك الجون التعادل. بعدها حصل بقى كميه الكلام العبثي اللي حصل ده تمام. بعد كده بعد ما بنكمل الماتش، انا كنتش مع نزول امام عاشور خالص خالص خالص، والله ما كنتش مع نزول امام عاشور. ليه امام عاشور ينزل؟ ليه؟ لعيب كويس كل حاجه، لكن لعيب هو مش في المستوى. لعيب كان عنده فيروس ورجع منه، وبقاله كتير ما لمسش كوره، بقاله كتير فعلا ما لمسش كوره من ماتش انتر ميامي في كاس العالم للانديه، ما لمسش كوره خالص. وما تقوليش بالتمرين، ده عايز على الاقل تمرين شهر، شهر ونص، شهر ونص، كل يوم تمرين، وشهر ونص وتاهيل والكلام ده كله. لكن مش صور بقى وننزل ونخرج وهنتمرن مع الفرقه وبعد كده نريح، لا مفيش الكلام ده. تاهيل حرفيا. استلام الكوره مش قادر خلاص. الجري مش زي الاول، لا امام عاشور مش زي الاول. فما تنزلوش، هو مش هيعرف، احنا في كميه التحامات وكميه، احنا في حاره بنتخانق. فامام عاشور مش هيعرف يعمل حاجه. ومع ذلك برده كذا كوره، حتى هو واقف كان بيعمل لك كذا كوره بوش رجله الخارجي لزيزو او لتريزيجيه، ووداهم كذا مره، والكعب اللي اداه لتريزيجيه. لا احنا داخلين على حبه حلوه. الجيش الملكي كان ايه خطورته ايه؟ ان هو مالي نص الملعب جدا، ونص الملعب هو فيه ديانج ومروان عطيه، فهو مالي نص الملعب جدا عشان يقدر ان هو يكون مستحوذ على الكوره، وبيرميها ناحيه الشمال اللي هي الثغره فين؟ محمد هاني وياسر ابراهيم. فدي كانت الخطوره موجوده دايما الشوط الاول والشوط الثاني من ناحيه محمد هاني وياسر ابراهيم، ونص الملعب بتتملي الكوره وهكذا، بتتملي الكوره وهكذا. فانت شفت ان النهارده كل اللعب من الناحيه دي بالذات. انت ما شفتش ناحيه الشمال، ما شفتش خطوره على كوكا ابدا، شفت الخطوره دايما من الناحيه دي. وده اللي وداك ان في جون جه للجيش الملكي. ويا جماعه هو تسلل يا جماعه، هو تسلل يا جماعه، يعني الكاميرا جابتها لك برده من ناحيه ثانيه وجت تسلل، إيه انتوا عايزين ايه تاني طيب؟
عايزين إيه تاني؟ انا مش عايزين ايه تاني؟ انا مش عارف. يعني مش انت ما بقتش راجع في التحكيم فقلت تاخدها بالازاز الميه؟ معرفش. وكرة تانية يا جماعة ضربة جزاء، هو أي لمسة ضربة جزاء؟ يعني أنتوا أصلا بتاخدوا أي كورة مثلا، يعني أنا دي تبقى إيدي مثلا ودي تبقى إيدي ودي تبقى إيدي ولا إيه بالظبط؟ كل الكور عادية جدا وكل في ضربة جزاء كذا كذا. أقول لك على حاجة، في ضربة جزاء ما اتحسبتش زيها زي الأولى. كرة ديانج مش ضربة جزاء، طب ودي ضربة جزاء، خلاص هي يلا واحد 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 ليك، يلا يا باشا ولا تزعل نفسك. عادي والله العظيم، ممكن اصغر دماغي معاك واعمل لك كده برضه. طبعا اللعبه خلاص شحرت تماما، وبتلعب في وسط اجواء مش طبيعيه. فلا اللعبه دي مش عايز منها اي حاجه تاني. تمام، انا بس اللي هو ايه قبل ما يحصل كل ده، ان طول الماتش هو محمد هاني، محمد شريف، وياسر ابراهيم بره المستوى تماما، بره تماما. وزيزو بعدهم، بس زيزو جه شويه، بس برضه ايه زيزو على فكره ممكن يخش معاهم عادي جدا. لكن بره تماما. ياسين مرعي لو شوفوا شابوه، ياسين مرعي يعني بالسن ده ومش ما عندوش خبرات ولا كل الكلام ده، ويعمل الاداء اللي عمله النهارده 10 على 10. لغايه ما يجي لك كذا كوره امام عاشور يروح وبعد كده يعملها بكعبه في منطقه الجزاء، تريزيجيه شوط على طول. ليه بتستلم ليه يا تريزيجيه؟ شوط على طول، كانت تبقى تخلص الماتش كان يخلص رسمي. بعد كده كوره تانية برضه لامام عاشور، امام عاشور اللي يدي لزيزو، زيزو رايح بقى من ناحيه اليمين، خد عندك كورتين اتحدفوا. تمام، الفكره الكورتين ما عدوا، بس الكورتين حرفيا عدوا لغايه نص الملعب، يعني عدوا كده من ناحيه زيزو لغايه نص الملعب. ازاز ميه بتتحدف، كل اللي انت عايزه بيتحدف، كل اللي انت عايزه بيتحدف. وطبعا خلاص الحكم بيصفر نهايه الماتش. طبعا عارف انت الست دقايق اتلعب بينهم 3 دقايق اصلا يعني فاهم، سواء عليا عليك ايا كان. لعيبه بقول عليها لعيبه رجاله، نادي ذكر، لعيبه رجاله، مدرب واعي للماتش وصاحي للماتش وصاحي للتغييرات. بعيدا عنك انت هتقولي راس حربه ليه نزل طاهر؟ ما عندوش راس حربه، محتاج توفر له راس حربه، محتاج توفر له باك شمال. عندك محمد شكري، بس المشكله ان عندك محمد شكري، جربه شويه. فتره التوقف الدولي دي هتفيده جدا، يعرف بقى لعيبه. هتقولي اه بقى اللعيبه هتروح اصلا مع افريقيا والكلام ده كله، باقي اللعيبه التانيه تعرف تذاكر تعمل خطط، كل الكلام ده عندك فتره كبيره جدا 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 تعمل فيها كل اللي انت عايزه. فالحمد لله النهارده انت تعادلنا، خدت نقطه في وسط كل ده، نقطه بمكسب في وسط كل ده، 4 نقط. يانج افريكانز برضو تعادل مع شبيبه القبائل، فانت ويانج افريكانز 4 نقط، الجيش الملكي وشبيبه القبائل نقطه. وتبقى برضو لسه موجود في انا كنت عايز الماتش ده على الاقل انا ما اخسرش. انت كنت تقدر تكسب لولا بس كل اللي حصل ده، ان اللي يحترمني كجمهور ويحترم ان يحترم ناديه ويحترم لعيبتي ويحترم ان ده نادي من مصر عامه ويحترم كل ده، اشيله فوق راسي. عكس كده هقل منك. بس ده كل الكلام اللي عندي. سلام عليكم.